وصلنا لنهاية دور المجموعات من كان الكوت ديفوار 2024 ومنتخبنا الوطني الجزائري هو أول المنتخبات اللي غادروا البطولة. من 5 منتخبات عربية 3 منتخبات فقط صعدوا للدور القادم ومنتخبين غادر المنافسة. تونس وشكون قلت؟ منتخبنا الوطني. أرواحوا نتكلموا مع بعضنا هذه المرة أكثر نوعا ما على المنتخبات العربية المتأهلة والمنتخبات العربية المغادرة للبطولة. فيديو راح يكون جميل جدا. انترو وهيا نبدأ. نبدأ بمنتخبنا الوطني، المنتخب اللي كان مرشح على المواقع انه يدي لقب البطولة، بصح في الواقع هو اول المغادرين بتعادلين وخسارة ورصيد نقطتين. وبلاك احد اكثر المفاجآت الغير متوقعة اللي صارت في هذه النسخة من الكان. بدون اي مبالغة منتخبنا الوطني الجزائري كان يعاني العديد من المشاكل في هذه النسخة. جيب ورقة وستيلو وماركي عندي. البطء الشديد في اخراج الكرة من المرمى، غياب الفاعلية امام المرمى، الاستحواذ العقيم واللي حقيقة والله عييت نفهم الغرض اللي كان منه، الاخطاء الدفاعية الفادحة واللي حرفيا كانت سبب كل الاهداف اللي تلقاها منتخبنا الوطني، سواء في المباراة الاولى امام انغولا ولا المباراة الثانية امام بوركينا فاسو ولا المباراة الثالثة اللي كانت امام الشقيق منتخب موريتانيا. لا خطة ولا اسلوب لعب واضح كان يتميز به منتخبنا الوطني في هذه النسخة. كان يغلب على اللعب بالطريقة العشوائية، كشغل اللاعبين تاعنا دخلوا للملعب باه يلعبوا كما يعرفوا يلعبوا. اقصاء قد ما كان سلبي قد ما راح يكون ايجابي جدا على منتخبنا الوطني. الصراحه وبدون اي كذب هذا هو الوقت الفعلي لمنتخبنا الوطني من اجل التغيير. حان الوقت انه نغيروا المدرب، نغيروا شويه لاعبين، نغيروا طريقه اللعب واللي هي نفسها من عام 2019. بالماضي رسميا تم فسخ عقده مع المنتخب الوطني. شكرا بالماضي على كل شيء. ما كان حتى واحد فينا راح ينكر باللي انت واحد من افضل المدربين اللي مروا على منتخبنا الوطني. مي ما هيش حاجه جديده ابدا على كره القدم. يواكيم لوف مع المانيا قعد 15 عام كامل، السير أليكس فيرغسون قعد مع مانشستر يونايتد 26 عام كامل، وفي نهاية المطاف كل واحد فيهم غادر المنتخب والنادي اللي كان فيه، وين راح تبان 5 أو 6 سنوات يعني، ماهيش هذيك الحاجة الكبيرة. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني الجزائري في كامل الاستحقاقات القادمة. منتخب تونس ثاني المنتخبات العربية المقصاة من هذه النسخة. الصراحة منتخب والله لا يختلف بزاف على منتخبنا الوطني، بلاك يتفوقوا علينا في حاجة وحيدة فقط، كونه منتخب أبرد منا، لا حماس لا حرارة لا حتى حاجة في أرضية الميدان. مباراتهم الأخيرة مع جنوب أفريقيا لعبوها حرفيا وكأنهم ما همش خاسرين، وكأنهم محققين 6 نقاط من المباراتين السابقتين، وكأنهم أصلا ما همش خاسرين ولا متعادلين الماتش في هذه البطولة. ما يهاجموا، ما يتحركوا، ما يمشيوا اصلا على ارضيه الميدان، وكانهم ما عمباليش كيفاه ضامنين التاهل ولا حابين يخرجوا. عيت نفهم، بلا افكار بلا هدف بلا خطه بلا ما عمباليش، ب 11 شجره ومدرب وتقدر تديروا الشجره رقم 12. هو الجزائر غادرت اصلا، بصح والله حقيقه ادائهم في مباراه جنوب افريقيا راهو نقطه استفهام كبيره جدا. صدقوا باللي المنتخب التونسي في مباراه كامله دار 2 تسديدات فقط على مرمى جنوب افريقيا، وهذو التسديدات كانوا بعد الدقيقه 84، يعني ما قبل الدقيقه 84 مش كان يدير المنتخب على أرضية الميدان. ما العلم لله. وبلا ما نعاودوا نهضروا على الاداء الهزيل والبارد اللي تميز به كل من المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي في هذه البطوله، غياب الفاعليه، غياب الحسم، استحواذ سلبي، والعديد من المشاكل اللي كان يعاني منها هذين المنتخبين. خلينا نروح نتكلموا شويه على المنتخبات العربيه المتاهله واللي شرفت العرب لحد الساعه في هذه البطوله. نتكلموا على المنتخب المصري واللي يصدف انه اول مره راح ينال قسط من الكلام في قناته. صحيح انه المنتخب المصري صح تمكن من التاهل للدور السادس عشر من بطوله كاس افريقيا، مما يعنيش انه اداؤه هو نفس الاداء المتعود عليه من طرف منتخب الفراعنه. راهو تاهل فقط ب3 تعادلات وبهديه جد كبيره من منتخب موزمبيق. في لحظه تسجيل المنتخب المصري للهدف الثاني عن طريق مصطفى محمد، المنتخب الموزمبيقي كان خاسر 2-0 امام منتخب غانا، والدقيقه كانت 90 من المباراه. بعدها بدقيقتين فقط عدل منتخب الراس الاخضر النتيجه لمصر. فجاه ومن الناحيه الاخرى منتخب موزمبيق عدل النتيجه امام منتخب غانا، هدف اول في الدقيقه 91 وهدف التعديل في الدقيقة 94. سجل هدفين في 4 دقائق. هذا التعادل منح التأهل للدور القادم بطبق من ذهب لمنتخب الفراعنة. شفتوا تعادل منتخب موزمبيق مع منتخب غانا، هذا التعادل غير العديد من الأمور اللي كانت رايحة تصرف في هذه البطولة. أعطى فرص لمنتخبات ودمر فرص منتخبات، حرفيا غير بزاف حوايج. لا علينا، من أهم الأشياء اللي برزت ولاحظتها أنا شخصيا في المنتخب المصري خلال دور المجموعات، نفس المنتخب الجزائري، كثير الأخطاء الدفاعية واللي بسبب
منتخبها تلقى 6 أهداف كاملة في 3 مباريات. مرموش وتريزيجي حرفيا من عالم آخر. كاينة حاجة صغيرة برك ما فهمتهاش. محمود حسن تريزيجي علاه ديما قاعد في بنك الاحتياط؟ اروح انت وافهم فيتوريا مدرب منتخب مصر على حاطه في بنك الاحتياط، ممكن يشوف فيه كجوكر احسن. العلم لله. محمود حسن قدم اضافه كبيره جدا للمنتخب المصري بعد دخوله في كل مباراه. نتمنى انه ما يتخلاش عليه ويرجعوا البنك الاحتياط في باقي مباريات المنتخب المصري. المنتخب المصري هجوميا والله قادر يقدم الكثير. صح انه تلقى 6 اهداف في 3 مباريات، مي يسجل ايضا 6 اهداف في 3 مباريات. يحتاج القليل من الثقه وباذن الله راح يأديه في البطوله. فقط مشكل صغير وراح يعاني منه المنتخب المصري في باقي المباريات، واللي هي الاصابات. لحد الساعه كاينه اصابه محمد صلاح، اصابه الشناوي، واصابه امام عاشور. بالتوفيق للمنتخب المصري في مباراته في الثمن النهائي. نروحوا نتكلموا شويه على المنتخب المغربي، احسن وافضل واقوى منتخب عربي لحد الساعه في هذه البطوله. منتخب تاهل اول المجموعه ب7 نقاط. المنتخب العربي الوحيد اللي عنده اداء مقنع في البطوله، ما نقولكش اداء مقنع 100%، مي مقنع لحد كبير جدا في المباريات الثلاثه اللي يلعبها لحد الساعه. منتخب يلعب بهدوء، منتخب يلعب بذكاء، كاين خطه واضحه، كاين اسلوب لعب واضح. لاعبيهم الاحتياطيين تحسهم كي يدخلوا المباراه عندهم تاثير، عندهم اضافه، يتحرك الريتم بدخولهم اذا كان ناقص. لاعبين والله مؤثرين جدا، على خلاف منتخبنا الجزائري والمنتخب التونسي الشقيق واللي كانوا ما داروا والو في هذه البطوله. تحس حرفيا في المنتخب المغربي انه اي لاعب من التشكيله الاساسيه قادر انه يهز المنتخب كامل على كتفه. كما قلت قبل وراح نزيد نعاود نقولها الان، المنتخب المغربي اذا ما داش بطوله هذه النسخه راح يكون ضيع فرصه كبيره بزاف. صح انه النسخه هذه من كان مليانه مفاجآت، منتخبات كبيره اقصيت وغادرت من هذه البطوله، منتخبات في طريقها للاقصاء والفشل، منتخبات برزت من العدم ورجعت تصول وتجول بكل المنتخبات الكبيره والعريقه في هذه البطوله. ما نقدرش نجزم لك انه المنتخب المغربي راح يكون 100% بطل هذه النسخه، مي المنتخب المغربي حاليا هو المنتخب العربي الوحيد اللي تحس انه قاعد يسعى يوصل للهدف بطريقه وبخطه معينه، ماشي باحلام اليقظه. ومتناسي انه المنتخبات الافريقيه هي بدورها ايضا راهي قاعده تتطور، والكره الافريقيه على العموم راهي قاعده في تطور مستمر، وانه اي منتخب ماهوش راح يواكب هذا التطور بطبيعه الحال راح يموت. وهذه ماهيش في كره القدم فقط، راهي في جميع مجالات الحياه. قبل ما نختموا الفيديو تاعنا ما ننساوش منتخب موريتانيا، المنتخب اللي قصانا وهزمنا وخرجنا من بطوله كاس افريقيا. منتخب موريتانيا حقق اول فوز واول تاهل في تاريخ المنتخب للدور السادس عشر من هذه البطوله في ثالث مشاركه له. بلا ما نكذب عليكم المنتخب تفرج له فقط مباراه واحده واللي هي بطبيعه الحال مباراه ضد منتخبنا الوطني الجزائري. اكثر حاجه لاحظتها في المنتخب انهم قدروا يفيقوا باسلوب لعب منتخبنا الوطني، واللي بطبيعه الحال هذا الاسلوب ما كانش منتخب ما عرفوش. لعبوا لنا على طول لاعبينهم وقوتهم البدنيه، ما خلونا لا نديروا عرضيات لا ندخلوا لمنطقه العمليات، ما خلونا نديروا والو حرفيا، قفلوا علينا كامل الثغرات وكامل الممرات. حتى في الفرص القليله اللي قدرنا نوصلوا فيها لمرماه ما قدرناش نترجموها ونحولوها لاهداف نتيجه لتالق حارس مرماهم واللي صراحه دار اداء بطولي كبير جدا في المباراه. كانوا منتخب مثابر الصراحه وقدروا يحققوا الجديد ويقدموا الاضافه لتاريخهم الكروي. مبروك للمنتخب الموريتاني والعاقبه للعديد والعديد من الانجازات الكرويه. وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو خفيف وظريف عليكم. بالمناسبه المنتخب الموريتاني في الدوري القادم راح يواجه منتخب الراس الاخضر، المنتخب المغربي راح يواجه منتخب بافانا جنوب افريقيا، اما المنتخب المصري مباراته راح تكون ضد منتخب الكونغو الديمقراطيه. كان معاكم صهيب، نتمنى انه الفيديو يعجبكم ونتلاقاو في المقاطع القادمه. السلام عليكم.